تعالوا بقى النهارده مع بعض نعمل احلى مكرونه بشاميل اللي هتاكليها في الجو ده. مكرونه بقى مقرمشه من بره كده والوش متحمر ومن جوه طريه وجوسي كده وغرقانه بالبشاميل واللحمه المتعصجه. تعالوا نشوف بنعملها ازاي بالتوابل كده والبصل، طعمها تحفه. يخطف كده من اول معلقه، مش هيتبقى منها اي حاجه حرفيا. معايا هنا حوالي 400 جرام لحمه مفرومه، تاخد تشويحه بس كده على النار في معلقه زبده، وبعد كده ننزل عليها ببصلتين كبار متقطعين مكعبات. هنقلبهم بس شويه كده يتحمروا في الزبده اللي نازله من في الصوص اللي نازل من اللحمه والزبده اللي ما حطيناها، ونرجع نضيفهم على اللحمه. وهنا بقى حطينا معلقه فلفل اسود على البصل، انا بحب بصراحه اضيف عليه فلفل اسود وكزبره عشان يضيعوا الريحه بتاعته خالص، وبتبقى ريحته كده جميله في الاكل، ريحه التوابل معاه بتبقى طعم ريحتها حلوه قوي. هنقلبهم كده مع بعض شويه ياخدوا تعصيجه حلوه كده، ونرجع نشوف هنضيف عليها ايه. هنا بقى كده خلاص البصلة بتاعتنا دبلت كده خلاص فيه، وخدت من طعم اللحمة واللحمة خدت من طعمها وبقت تحفة. هنا هنضيف طماطمية واحدة متقطعة مكعبات، نقلبها كده مع بعض. جربي بس بطريقتي دي وهتدعي لي. طريقة اللحمة المتعصجة دي أنا بحبها جدا بكل الإضافات اللي بحطها عليها، أيا كان الوصفة بقى اللي هعملها. هنا بقى أضيف التوابل بتاعتك بقى، معلقة كمون، معلقة كزبرة ناشفة، معلقة ملح. نتبل بقى اللحمة بتاعتنا، عشان كده تقريبا لحمتنا خلاص التعصيج ده ما بياخدش 10 دقايق. معلقة فلفل اسود. اسفة يا جماعة بس عندي برد والله. معلقة كمون، معلقة 7 بهارات. كل التوابل اللي عندك بقى ضيفيها عليها، او اللي تحبي. اللي عايز تستغني عنه استغني عادي، مفيش مشكلة. لحمة طول ما هي بلدي، طالما اللحمة بلدي عادي لو هتعمليها ببصل بس وتوابل، مش محتاجة أكتر من كده. أنا ضفت معلقة توم يا جماعة، الفكرة نسيت أقول لكم عليها، معلقة توم مهروسة. ودي شوية بقدونس كده أنا قطعتهم كده صغير، مفرومين كده صغير وحطيتهم عليها. وهنا قرن فلفل احمر وقرن اخضر، الاتنين باردين، يعني الفلفل الالوان ده بارد مش حامي خالص، عشان انا ولادي ما بياكلوش الحراق نهائي. بس كده احنا خلاص لحمتنا يعني تقريبا خلاص كده خلصت. نقلبها بس كده ونشيلها خلاص من على النار، هنغطيها بس كده عشان تفضل سخنه، ونركنها ونجيب بقى باللحمه بتاع الميه بتاع المكرونه. هنحط معلقتين ملح بس كده ومعلقه زيت واحده، وننزل بكيس ونص مكرونه. طبعا الكميه دي حضرتك تتحكمي فيها، انا اللحمه دي كانت يعني حلوه مكفيه يعني الكيس ونص دول حوالي 600 جرام ويمكن اقل، لان انا كمان يعني عينت منهم شويه في طبق وهضيف عليهم بشاميل بس، يعني هو ده يعتبر يعني يكفي نص كيلو مكرونه بالظبط، الكميه دي نص كيلو يعني. هنا بقى معلقتين زيت وعليهم معلقتين زبده كبار، يعني دي زبده بلدي، انا بصراحه يعني مش بعاير البشاميل، لكن هو لكل معلقه دقيق معلقه زبده. ودي بقى الخلطة دي يا جماعة، خلطة البشاميل اللي بالكريمة دي جبارة، أنا أول مرة أجربها في البشاميل بس تحفة تحفة. يعني هنا بقى كده خلاص هنضيف، بس هي للأسف بتاخد يعني الكيس ده بيعمل نص كيلو، بس أنا عشان هعمل لتر لبن كامل فحطيت عليه كمان معلقتين دقيق، ونزلت بقى بلتر حليب كامل، لبن أو حليب حسب ما بتقولوا في بلدكم. واللي شوف بقى الفيديو بتاعي ده يقول لي بيتابعني من أنهي بلد، وعندنا زي عندكم ولا لأ، بتقولوا على اللبن حليب ولا بتقولوا عليه لبن. هنا بقى هنتبل هنضيف بقى التوابل بتاعتنا على البشاميل، معلقة ملح ومكعب مرقة دجاج ومعلقة فلفل اسود ومعلقة كمون. طبعا اي بهارات انت بتحبيها، الاكل ده احنا اللي بناكله فما فيهوش ثوابت. وهنا بقى البصلة دي بقى على عودين القرنفل دول هينقلوا البشاميل نقلة تانية خالص، ممكن تستغني عنهم، بس بصراحة بيدوا طعم حلو جدا. تاني حاجة مش مكلفة، البصلة موجودة، ممكن تضيفي بصل بودر أو توم بودر عادي حسب ما بتحبي، بس انا ضفتها كده عشان القرنفل بس يبقى فيها واعرف اشيله في الاخر. ودي بقى نص معلقه جوز الطيب. جوز الطيب يا جماعه بينقل البشاميل نقله مختلفه تماما. وعلبه الجبنه دي كانت عندي، دي جبنه بطعم الجبنه الرومي، فضفت معلقتين برضو كل اضافه على البشاميل بتديله طعم تحفه وجبار، تخلي كل حاجه كده بتخليه غني بالطعم بتاعه وجميل، يعني كل اضافه على البشاميل بتطعمه وطعم لك المكرونه كمان.
هنا بقى كده خلاص المكرونه بتاعتنا انا خدت منها بس كبشتين كده على مغرفتين كده على البشاميل بتاعنا، فزودت بدلهم شويه ميه باردين كمان. وهي كده خلاص مكرونتنا خلاص خلصت. هنشوف بقى هنرص المكرونه بتاعتنا وبشاميلنا خلص وخلاص على كده، ولحمتنا اتعصقت. نزلنا بقى بمغرفتين مكرونه بشاميل كده في قاع الصينيه، وهنضيف عليهم شويه مكرونه كده عشان ايه نظبط الدنيا كده من تحت. انا بصراحه ما قلبتهمش، بس انت ممكن تقلبي يعني شويه اللي تحت دول كده، بس انا قلت خلي البشاميل يبقى في القاع كده يغلي كده مع بعض، والمكرونه تتشرب من الكل هي من البشاميل من فوق ومن تحت، يعني تبقى البشاميل مغطي المكرونه من فوق ومن تحت. انا عامله البشاميل كفايه وكتير بصراحه، يعني انا زودت البشاميل ده كيلو لبن لنص، يعتبر نص كيلو مكرونه، فكان كتير وكان جميل فيها. هنا بقى هنغطي كل المكرونه بتاعتنا باللحمه المتعصقه. كتري وما تستخسريش في نفسك ولا في ولادك وبيتك حاجه، احنا اللي هناكل. انا ضفت كل اللحمه اللي عملتها خلاص كده، المكرونه اتشبعت بيها وبقت الحمد لله كل مكرونه عليها لحمه مفرومه. وزودت بشاميل كمان، ونحط الطبقه التانيه بتاعتنا. اني كمان حسيت ان المكرونه كتير، عشان كده بقول لكم انا شلت شويه في طبق، ضفت عليهم يعني مغرفه بشاميل بس، وكان طعمها تحفه بالبشاميل بس، مش محتاج اي حاجه معاها. هنا بقى كده شويه جبنه موتزاريلا على الوش كده، ده ميكس جبن ضفته على الوش. بس يعني يا بنات خدوا نصيحه مني كده، التركيه دي انا كنت نسيت اصلا اطلعه من الفريزر، بس عايزه المكرونه تدي معاكي مطه حلوه، وتبقى الوش كده يبقى جميل معاكي وتمط معاكي في الاكل. طلعيها وانت بتعملي الاكل، خليها تاخد درجه حراره المكان، هتطلع معاكي طريه وجميله وتمط وتدي المطه بتاعتها وانت بتعملي. بس للاسف انا نسيت اطلعها، وانا ما طلعتهاش غير في الاخر. فهي برضه يعني اتحمرت كده، هو اصلا البشاميل اللي ما كانش محتاج مكرونه عليه، يعني دي اضافه ممكن تستغني عنها اصلا لو ما عندكيش. وادي البشاميل بتاعنا خلص كده، وطلع البشاميل مغرقه، يعني المكرونه خلصت والبشاميل مغرقها كده من على الوش، فين عامله ازاي من جوه ومن بره كده متغلفه البشاميل تحفه فيها. بس ما تخليهاش تغلي كتير في الفرن عشان ما تشربش البشاميل بتاعها. ومجرد ما تطلع من الفرن هي كده حلوه، احنا بصراحه بنحبها كده. ولو عايزه تطلعيها خرط، استني عليها ربع ساعه او تلت ساعه تطلع من الفرن تهدى، وبعد كده قطعيها تطلع معاكي خرط زي الفل. بس دي كده انا كنت لسه مطلعاها من الفرن. ولو وصلتوا لحد هنا من الفيديو ما تنسيش تعملي لايك وشير ومتابعه للقناه، اشوفكم في فيديو جديد ووصفه جديده. باي باي.